السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا بينا بعد غياب طول قوي نرجع تاني مع اول فيديوهاتنا. هنروح مع بعض العتبة نشوف اللبس ايه اخباره وايه اسعاره، ونتفرج كده مع بعض جولة سريعة لذيذة. هنا ده كان في بداية كده خروج من المترو. تعالوا بقى ايه نبدأ الجولة مع بعض ونتفرج ونشوف الدنيا اخبارها ايه. كده بقى احنا خارجين من المحطة، وتخرجي بقى تلاقي ايه شوية محلات كده زي اكسسوارات، واحيانا بيكون محلات فيها هدوم او كده. احنا كده خارجين اهو. هنخرج بقى من المحطة. اول ما نبدأ ندخل عند المحلات وعند الحاجات الهدوم وكده هبقى افتح لكم ونشوف ايه اللي موجود معانا ان شاء الله. بصوا اصلا اهو حتى من قبل ما نخرج اهو المحلات داخل المحطة اهي. ده كله داخل المحطة. احنا لسه ما خرجناش بره في العتبة. كثير بس هي دراسات حلوة قوي. بس الجلسة حلوة قوي. ده كله داخل المحطة. في خروج من هنا وفي كذا مكان يعني للخروج، مش مكان واحد. هنخرج بقى وبعد كده ابقى افتح لكم نشوف ايه معانا اللي جاي. كده احنا خارجين اهو. اول ما نخرج من محطة العتبة نخرج كده يا جماعة. عامة محطة العتبة ملهاش خروج من مكان واحد، يعني ليها 3 أماكن ممكن تقدر تخرج منهم. آخر الشارع ده هيبدأ معانا محلات العتبة. المحلات اللي هنا دي أغلبها بتاعت الحاجات بتاعت الصناعية، اللي هي أدوات الصناعية زي كده. شوية مش هتبقى باينة معاكم، استنى هقرب لكم. زي الحاجات دي كده. زي كده زي كده. كلها محلات بالشكل ده. ده كده اول ما تخرج من المحطة. اول ما نوصل كده عند اخر الشارع ونبتدي نشوف بقى محلات الهدوم والحاجات بتاعت الهدوم هبقى اصورها لكم. هنا بقى كده بدأنا خرجنا من الشارع زي ما انتم شايفين كده. كله تسلم. لا ما صورتكش. تعالي لما ناخد زي ما انتم شايفين كده كل حاجة. طبعا انا عارفة الصوت زمانه مش واضح قوي، بحاول اوضحه لكم. هتجيبي ايه؟ انت عايزه واحد؟ كام؟ ده عامل كام ده؟ شوفيه كده.
طبعا عشان المدارس قربت، كل سنه وانتم طيبين. ودي الشباشب، ده هنا الغيارات الداخليه، دي مفارش. بس الاسعار حلوه يعني. الشباشب صراحه في ب 35 ب 65. الغيارات الداخليه لسه هعرف لكم اسعارها. في قدام فوق اهي مش حلوة. اللي هناك دي حلوة. الشبك دي والله في بنتي دي. شبك. هاي اخر كلام رسيتي على اللي انت ماسكاها. ها عايش في نفسي. ماشي حاضر. بصراحة أحلى حاجة هنا في العتبة إن هو يلملك أي حاجة وكل حاجة، يعني تقريبا حرفيا مفيش حاجة مش موجودة، حتى الفاكهة زي ما احنا شايفين كده. طبعا للناس اللي طالعة مصايف، كبات. عايزين لبس حريم رجاله واطفالي. عندنا مايوهات يا جماعة. ايه؟ شوفي ده عليك. شوفي ألوانه حلوة. لا مش عاجبني، شكله مش حلو. شكله مش حلو. بصي النضارة دي اسمها ايه دي؟ اللي شكلها دبدوبي. حلوة قوي. يعني عاملة كام؟ عايزة كام ده؟ 60. عاملة 60؟ حلوة قوي. عايزة اشوفها. بصوا يا جماعة، بصراحة عايزة اقول لكم ما شاء الله يعني كل حاجة واي حاجة موجودة، لدرجة ان الواحد يعني لو معاه كام هيصرفهم ويفرتكهم كلهم. بصوا في الكوتشيهات اللي زي كده. عاملة كام يا كابتن؟ عاملين كام يا كابتن؟ كام؟ 150 حاجه تقريبا. الواحدة عاملة 150. اي شبشب ب 35 حريم رجاله واولاد ب 35. اي شبشب ب 35. مش اي شبشب ب 35. 35 حريم بس رجاله. الصراحة على فكرة فيهم شوية حاجات حلوة جدا. 35. دي تشكيلة كده من الحاجات الاكسسوارات، بس شكلها تحفة قوي. لا ما انت لابسة حلق. شكلهم تحفة. بصوا في تشكيلة كوتشيهات تحفة قوي قوي قوي. شنط حلوة. النظارات هنا صراحة تحفة وبأسعار جميلة. احنا كده داخلين في هنا بيت المحجبة اهو. بيت المحجبة ده فيه كل حاجة لهدوم المحجبات. يا عم روح الصبح. في كل حاجة هدوم المحجبات كلها تحفة. وفي هنا صدناوي برضو، وفي لكل حاجة صراحة شارع مخصص ليها بجد بأمانة. كل حاجة شاملة هنا وأسعارها تحفة وخاماتها جميلة. طبعا ده الكلام ده للناس اللي يمكن تكون ما جاتش العتبة أو قليلين لما بيجوا، انما طبعا الناس المستديمة هنا ما شاء الله عليهم عارفين كل حاجة فيها. صراحة يعني الحاجة تحفة، والحاجة كلها أسعارها يعني في حاجات بتبدأ من 35 لفيما فوق. زي ما قلت لكم محطات المترو في كذا مكان لمحطة المترو، يعني اي مكان هتنزلوا منه من المحطة هتخرجي تلاقي كل حاجة انت عايزاها. الموضوع سهل وبسيط. يا رب تكون عرفت ان انا افيدكم واوريكم بعض الحاجات. اي نعم انا ما يمكن اكون ما صورتش كل حاجة ومش شامل كل حاجة، بس على قد ما قدرت انا صورت، لاني طبعا اغلب الوقت كنت مشغولة في ان انا بشتري الحاجة اللي انا نازلة عشانها. اسيبكم
في رعايه الله عشان طبعا الصوت بقى صعب قوي. مع السلامه.